لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين
يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الرحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الرحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الرحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهي ولا نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله كرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لسيدنا بكي مقدم محمد بن علي وعلى وأصول مأمور وجميع سادات علي وعلى بأن الله درجات في الجنة ويرفعنا ببركات وأنصارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح لجميع ساداتنا سوفين ما كانوا من مشارق الأرض لمغاربها أن الله الدرجات بالجنة ويبقون ببركات أنصارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا حبيب عبد الله بن علوي الخلفاء وراتب وعطولهم وأبرهم بأن الله درجات في الجنة ويبقون ببركات وأنصارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يجزي المسلمين والمسلمين والأرواح المجاهدين والعلماء العاملين والشهداء بالدين وإلى أرواح والدينا والديكم خاصة وأموات المسلمين. أما بأن الله يتقسم بالرحمة ويأكل الجنة وأنه يبنى وإياكم سار الظالمين وسار المؤمنين وسار الحاسدين وأن الله يؤكل السائل منا ومنكم على ما يريد الله برسول والخزات والمستغفرين والعزاة والمجاهدين بأن الله يبلغكم مقاصدهم ويدعو إلى أوطان سالم بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويهتم لنا ولكم بالحسنى باللطف خير وعافية ولا رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته سعوا لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك الساجد دعانا أسلم ربنا ورحم أمواتنا صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين. اللهم بفضلك الساجد دعانا وأسلم مرضانا وارحم أمواتنا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء المرسلين. اللهم بفضلك الساجد دعانا وأسلم مرضانا وارحم أمواتنا صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تذكي ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله إن شاء الله. أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سرها وجارها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. تقبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق
الخلق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله ورحمن وبرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي وبعد فلم بوجوب المعرفة بواجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أرضي بغير نفس كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستعين ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب
تغسل 25 لازم كل مكلف فهك وتنيم هم آدم إدريس نود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب متبع شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه وتيم دقيا عليهم الصلاة والسلام وهذه ما دامت الأيام والملك الذي بلا بواه لنا شربا ولا نوم لهم تسلم هاشمين وجبريل بكالو إسرافيل إسرائيل منكر نكير وركب وكذا عبيد ملك ورضوان أربعة من كتب تفصيلها توراة وسبيل هدى تنزيلها زبور هدى وإنزيل عنا عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فهو تسليم والقبول إيمان نبي يوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما لم مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وهدلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم العبد منف ينتسب وأمه أمينة الزرية أضاء حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور طفم قاسم عبد الله وهو طيب وطير بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بنو هاني وابنهم السبطين فضلهم هم جالي فزينب وبدر رقية وأم كلثوم زكريا عند سنين ووفاة المصطفى وإن فترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمة مرضية حمزة عمه عباس كذا عمته صافية ذات اعتداء وقبل هجرة النبي للسرى من مكة الليلة
kursi udara wa bana isra نجوم السماء حتى رأى النبي رب كلمه من غير كيف وهسر وافترض عليه خمسا بل 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 من امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء له وهذه عقيدة متصرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق ما يتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علمه والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إلى صنما ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد جمالي تاريخها لي أي غير جمالي سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى حضرته إمام الجليل عبد الرحمن أديباي وإلى حضرته المغفور لك يا جماعة مناسب من السماء وإلى المغفور لك يا جماعة سر من الجمسر وإلى المغفور لك يا جماعة من الجمعين وإلى المغفور لك يا جماعة مناسب يا جار بسر بن بابا بن وإلى رسوسان ونجمع ونجي سعيد بن حجي بديران وإلى رسوسان ونجي صحابة بن حجي Ketua Amsir Haji Amsir bin Batuejo bin Ketul wa usulihim wa illa rususan madwaban jibanim min haji dairan wa illa rususan haji min haji dairan wa usulihim wa puruhim wa illa arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna allaha yataghashaw bi rahmah wal maghfirah wa yaskinumul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa afiyah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أوصى بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب
صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مجرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقبل جانا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نعتم بالمشافى رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشرف الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطبي السلام عليك يا أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام راجيات فتياجين رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج الفتياجين رد العالمين يا أهل الجود والكرم نحن جيران إذا حرم كرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبهم بهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام ودرج الفتياجين رد العالم يا أهل الجود والكرم
العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخايف من ولمن أدى وكن ولنا الغير أمامي أبو ولي الموت تضاح سام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وإلى السبطان بمن تسيب وسبب ما فيه من خلق دخل مما من بعد له خلف منه سادته إذا عرف يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته ومتنا في طريقته وموافاته بين الفتن يا رسول الله سلام عليك رفيع شاني ودرجي عفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبين والزيل والذاهب السبيل والافل والمائل والطالب والغالب ويوعد النتيق والسامت والجامد والذاهب يضرب بيده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا حكيم الله حكيم أجر بديع حكيمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وأجما وعددا وعلقا والحم والجلد والشعر بنجم مختلف متراكب مما يندفق يرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا كريم الله بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علم مستغفر علم التائب علم الطالب حاجة فهنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاهدوا بدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وعابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا
فسبحانه وتعالى من ملكنا وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الطين اللازب وأراد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم بيونل وعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح بينج من الخلق ويلك من خلق من الآل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم بيدكم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي لبس دولة الوقار وتوزعه بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رسول الصعيب قال والنبي نشرت من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبل جده ثم مشركيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك صلاة الله على الكواكب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله على الكواكب على مد خير ما ركب النجائب لعصف الركائب صلاة الله على الكواكب على مد خير مركب النجائب ألم ترها وقد مدت غصاها وسالت من مدامها سائل صلاة الله على الكواكب على مد خير مركب النجائب لا تدري ما ضرب وحنا إلى تلك المعالم والمنايب صلاة الله ملات كواكب على مد خير مركب النجائب فلا جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوكها للحي جانب صلاة الله على الكواكب على مد خير مراكب النجائب فهم سربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ملات كواكب على مد خير مراكب النجائب أما هذا العكيك بدا وهادي كباب الحي لاحت والمطارب صلاة الله ملات كواكب على مد خير مراكب النجائب وتلك القبة الحضراء وفيها نبي النور يجلو الغيائب
صلاة الله ملا الكواكب على مدى خير من ركب النجائب تعم الآل والأصحاب سرا جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ملا الكواكب على مدى خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه ما لم يزل سميعا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وغالي
سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ما رأينا لسانات بسرى إلا إليك وغمام قد صلات الله الله والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك إنما شهدوا بابل وتنادوا للرحيل جئتم وأنا مسائل قلت كيف لي دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتم لرسائل أيها الشوق الجزيل نواديك المنازل في الأشجار والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزكاك من غزل القط يا جد الحسين عليك الله صلى دائما طول الدهور يا رسول الله جينا لزيارة قاصدين نرتجي منك شفاء إن رب العالمين أنت غفار الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومكيل العثرات يا رسول الله جينا لزيارة
Terima kasih telah sama-sama kita ikutin bacaan Ratibul Haddad dan bacaan Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita baca kirimkan disampaikan pada ahli kubur dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kami hormati guru kita Ustadz Iskandar, Bang Tamsul Hidayah, guru kita Ustadz Ahmadi, Bapak masyarakat, Bapak Sirojudin, Bapak Ketua RT, dan yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bang Tri Hardono. Kita doakan mudah-mudahan usahanya lancar, rezekinya tambah banyak, dan rumah yang tempatin tentunya membawa keberkahan buat penghuninya tentunya. Abang-abang sekalian, mari kita dengarkan sambutan bahas nama lingkungan, sepatah kata dari Bapak Ketua RT, nanti dilanjutkan pelajaran-pelajaran oleh guru kita dari Ustadz Iskandar. Pada Pak RT saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatiz, ada asatizah juga, guru-guru kami, para orang tua, rekan-rekan dari jamaah Birrul Walidain dan para tetangga, wabil khusus Sohibul Bait Lek Sri. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, atas nama lingkungan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru-guru kami yang hadir, para tetangga jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tentunya Lek Sri juga nih yang memfasilitasi tempat. Kita doakan Lek Sri usahanya selalu Allah berikan kelancaran, orangnya sehat, dan kita juga mudah-mudahan yang kerja, yang pada sekolah mudah-mudahan Allah pelihara. Sekedar mengingatkan saja bahwa situasi sekarang memang sedang ya genting ya di lingkungan. Ya kami mewakili lingkungan menghimbau pada adik-adikku semua, para remaja, terutama nih remaja banyak pada nggak adanya nih pakai ini pada Pak Ustadz. Ya, padahal udah kita share juga di grup juga, ya memang belum pada hadir. Mudah-mudahan pelan-pelan ya, pelan-pelan kita hadir. Dan kami mewakili lingkungan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan munajat kita. Mudah-mudahan kamu kita aman, mudah-mudahan kamu kita dijauhkan dari segala kerusuhan ya. Kalau kita lihat di mana-mana kan kerusuhan ya. Ya mudah-mudahan dengan kita zikir, tahlil, tadi udah Ratibul Haddad, ditambah kita berselawat, pembacaan Maulid Nabi,
karena memang bulan Maulid. Mudah-mudahan kamu kita tambah berkah. Atas nama lingkungan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kita sampai pada pembahasan Nabi yang ke-10,
yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yaitu adalah Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Bahasa Allahu nabiyyin la ahli Kan'an. Jadi memang para nabi itu diutusnya di tempatnya yang berbeda-beda. Ya. Kalau Bang Samsul di daerah Ciganjur gitu ya. Kalau RT Enjang di RT 5 gitu. Jadi setiap orang itu memiliki tempat masing-masing, termasuk para nabi diutusnya kemana. Kemudian nabi yang ke-11 yaitu adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ini adalah putranya Nabi juga. Kakeknya adalah Ishak. Kemudian buyutnya namanya Nabi Ibrahim. Jadi turunan para nabi itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Nah Ishak ini yang anaknya banyaknya nabi. Kalau Nabi Ismail malah cuma satu. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya banyaknya nabi itu dari turunan Ishak dan keturunan dari golongan Bani Israel. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Nabi Yusuf itu siapa? Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Ya, orang baik, anaknya orang baik, anaknya orang baik, anaknya orang baik. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihim assalam. Jadi anaknya orang baik itu harusnya menjadi anak yang mengikuti jejak orang tuanya. Jadi anaknya orang baik itu enak apa enggak enak? Kalau kita mikir itu sebagai motivasi, bagus. Lah orang tuanya kiai, orang tuanya orang alim, orang tuanya tokoh, orang tuanya profesor, orang tuanya dokter, orang tuanya. Nah anaknya juga harus bisa menyamai daripada orang tuanya. Tapi yang terjadi justru terkadang malah sebaliknya. Faktornya apa? Kalau bahasa kerennya itu privilege. Apa itu privilege? Ya dia dapat kemewahan. Dengan kemewahan itu justru malah menjerumuskan fasilitas. Emang benar kalau kita punya anak kita tuh jangan terlalu banyak diempanin. Kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Tahu dilulu? Dinaik-naik, dienak-enakin. Di alem, bahasa Betawinya di alem. Jangan. Anak tuh kadang waktunya di alem, kadang waktunya kudu dikerasin. Harus. Demi masyarakat, demi masa depan dia, demi masa depan. Kalau istilahnya, saya dulu punya nenek, nyai saya bilang, sayang anak itu nggak harus didekep, tahu didekep, disayang, dipeluk, itu nggak harus gitu sayang anak. Terkadang sayang anak tuh harus juga dipukul, sayang anak tuh harus juga dikerasin, sayang anak tuh juga harus dipondokin, sayang anak itu juga harus dibuat sengsara. Kalau bahasanya penyanyi yang Komang itu, orang sukses itu harus terbiasa dengan ketidaknyamanan. Orang sukses itu harus terbiasa dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Karena untuk menjadi sukses dia itu nggak enak dulunya. Belajar, susah, puasa. Kalau yang kita lihat mah kan, wih pengusaha Cina sukses enak, nggak juga. Wih ustadz enak, ceramah dapat duit, sembarangan. Ya enaknya sekarang, dulu mah ya Allah.
Pernah nggak ngerasain belajar sampai lapar? Nah kalau pernah berarti itu belajarnya serius. Pernah nggak belajar sampai nggak bisa tidur? Orang mah kebalikan ya. Orang nggak bisa belajar karena ngantuk. Orang nggak bisa belajar karena pengen tidur. Nah ini kebalikannya. Orang nggak bisa tidur. Ayo, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nggak bisa tidur karena belajar. Nah kok bisa gitu Ustaz? Nih saya kasih tahu ya. Nih saya besok ujian, babnya segini nih. Terus yang saya baca baru setengah. Lah kan ujian satu buku. Yang diujikan satu buku, yang dibaca setengah. Lah kan setengah lagi harus saya baca. Terus saya mau tidur. Sedangkan besok udah ujian. Ya nggak mau harus. Tapi kata teman-teman tetap harus tidur. Tetap harus tidur, nggak boleh. Badan kita, mata kita semuanya juga butuh istirahat. Akhirnya kata teman-teman saya, tidur. Nanti jam 2, jam 3 bangun lagi. Nggak boleh. Kita nggak boleh menyengsarakan anggota kesehatan kita, nggak boleh. Target boleh. Orang ngojek, ada yang ngojek di sini. Nah ya, ngojek mah ngojek. Waktunya sholat ya sholat. Waktunya istirahat. Masa ngojek dari pagi sampai ketemu pagi. Waktunya demo. Ya, likulli syai'in hak, segala sesuatu itu ada haknya. Wali ainika hak, wali jasadika hak. Di mata kita ada haknya, di badan kita ada haknya, di perut ada haknya. Ya, maka semua juga harus diberikan haknya. Itu adalah yang disebut dengan privilege. Nah, privilege ini juga hati-hati sebagai orang tua, jangan ngenakin anak. Kemudian selanjutnya ada Nabi Syuaib alaihissalam. Dikatakan itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan enggak, itu bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi jatuhnya adalah kayak ponakan. Jadi tidak secara langsung dari turunan Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya ada Nabi Harun. Ada Harun bin Imran bin Qahat bin Laud bin Ya'qub. Nah ini baru turunan Nabi Ya'qub juga. Nabi Harun ini adalah memiliki saudara, namanya Nabi Musa alaihis salam. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Akhuhu Harun asy-Syaqiq arsalallahu li hidayati Fir'aun wa qaumihi. Nabi Musa dikirim ke Raja Fir'aun. Ini adalah keturunan Bani Israel juga. Iya sama. Keturunan Nabi Ishak, iya. Keturunan dari Yakub. Kemudian selanjutnya ada Nabi Alyasa bin Akhtub bin Ajus bin Abi Bani Israel. Kemudian Nabi Yasa ada Nabi Zulkifli bin Ayyub, anak daripada Nabi Ayyub alaihis salam. Oh tadi Nabi Ayyub belum disebutin. Nabi Ayyub adalah turunan dari Nabi Yakub juga. Ayyub itu setelah Nabi Yusuf bin Ishak bin Ibrahim. Jadi dia itu adalah cucu Nabi Ibrahim tapi dari jalur Ishak bin Ais. Walad Ais bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kalau Nabi sama Nabi Yusuf ini jatuhnya apa ya? Ketemu kakek itu namanya apa? Sepupu. Iya, satu kakek. Misanan. Iya. Nabi Ayub sama Nabi Yusuf ini satu, bukan Nabi Ayub sama Nabi Yakub. Ya, ini satu kakek. Bukan kakek, malah iya satu kakek. Jadi satu keturunan semua. Nabi Syuaib, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Alyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud alaihi salam itu juga turunan dari Nabi Yakub. Ya, kemudian Nabi Sulaiman bin Dawud. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Dawud alaihi salam. Jadi rata-rata Nabi itu anaknya Nabi. Nabi itu anaknya Rasul, Rasul itu anaknya Nabi, terus gitu. Kemudian Nabi Ilyas di atasnya nasabu Harun. Nabi Ilyas ini turunannya dari Nabi Harun. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, ba'asallahu kaminainuna qaryah
Ya, kemudian ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah turunan Nabi Ismail alaihis salam. Kalau punya anak, anaknya siapa? Yahya bin Zakaria. Kemudian Nabi Yahya ini satu level dengan Nabi Isa. Tahu satu level? Kalau bahasa sekolah itu satu apa? Satu angkatan. Jadi seumuran. Jadi dikatakan di sini ulida qoblal masih bisalah sesinin. Jadi Nabi Yahya ini umurnya lebih tua 3 tahun dari Nabi Isa alaihis salam. Ya, kemudian ada Nabi Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa ini nggak punya ayah Nabi Isa. Benar? Dia dilahirkan oleh siapa? Siti Maryam. Ya, Siti Maryam. Wa Abdullah wa Rasulullah alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya. Jadi kalau Nabi Isa itu turunannya siapa? Dia nggak punya ayah. Jadi nasabnya kembalinya ke ibunya. Nah, ibunya ini juga turunan dari Bani Israel. Ya. Wa akhir anbiya wa rusuli min Bani Israel. Dan Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Terakhir udah. Walaqabu al-Masih, ya, julukannya adalah al-Masih. Wa ismuhu bil Arabiyyah Yasu' ay Mukhallas ibnu Maryam, dikatakan juga dengan nama ibnu Maryam. Ya, diciptakan oleh Allah seperti Nabi Adam. Nah, kok bisa? Nabi Adam lebih hebat lagi. Kenapa? Gak punya bapak, gak punya ibu. Nabi Adam. Nabi Isa gak punya ayah. Wa khalaqa Isa min ghairi ab wa khalaqa bi kunyatil insan min ghairi abin wa Dan yang terakhir adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalina wal akhirin. Adalah penutup para nabi dan rasul dan rajanya para orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir. Nah, hebatnya nabi kita meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bukan turunan dari Bani Israel, tapi beliau ini mengalahkan semua para nabi-nabi rasul dari turunan Bani Israel. Karena beliau diutus dari golongan Bani Quraisy. Turunan siapa? Nabi Ismail alaihis salam. Nih dengerin. Ceritanya. Orang-orang Yahudi ini sudah membaca Alkitab, sudah membaca daripada buku mereka, Taurat. Kalau orang Nasrani apa? Injil. Semua sudah membaca para ahli kitab, ahlul kitab. Apa yang mereka baca? Bahwa akan datang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri, disebutin ciri-cirinya. Cuma satu ciri yang gak disebutin. Ini datangnya dari Bani Israel atau Bani Quraidah, Bani Qainuna, Bani apalagi, banyak Bani Quraisy. Ini gak disebutin di dalam mana? Taurat dan Injil. Gak disebutin, cuma ciri-cirinya, kemudian wajahnya, kemudian dari orang tuanya gak punya ayah, itu disebutin di ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil disebutkan. Nah, orang-orang Yahudi itu kan berarti turunan Bani Israel ya, termasuk Nasrani. Itu sangat menanti-nanti menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Lah ternyata ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ternyata bukan dari turunan Bani Israel. Wah, ini langsung bikin gonjang ganjing. Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah identitasnya sangat bagus. Iya, dia tuh udah membanggakan diri dia. Bahkan sampai sekarang orang-orang Zionis itu kan membanggakan diri mereka sebagai sebaik-baiknya umat. Karena di dalamnya banyak para nabi dan rasul. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak menciptakan nabi dari kalangan Bani Israel, justru dari Bani Quraisy. Terbukti apa?
ketika Rasulullah SAW diajak pamannya untuk berdagang ke Syam, Rasulullah bertemu seorang pendeta, Buhairah kalau nggak salah itu namanya. Iya. Kemudian Buhairah melihat, ini orang pas, cocok, ciri-cirinya dengan Nabi akhir zaman. Apa itu ciri-cirinya? Nih ciri-cirinya nih salah satunya kalau Rasulullah itu jalan di panasan selalu ada awan. Jadi awan tuh ngikutin. Bukan awan kinton ya, bukan ya. Itu mah beda lagi ya. Iya, ini jadi kalau Rasulullah sejak kecil itu nggak pernah kepanasan. Bang Aib ya markir ya kan gitu. Beda. Rasulullah sejak kecil tuh udah ada awan yang melindungi, tapi orang nggak ada yang ngeh. Pahamnya kita mah kan, ya udah kan ada itu ya. Tahu kita nggak ada yang ngeh. Nah, ahlu kitab nih ngeh. Ini orang kelewat awan ikut-ikut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah itu jalan, itu kayak diberi jalan. Kayak batu pada minggir gitu. Cuma nggak ngerasa. Ya, kan kadang ahlu kitab ini kan meneliti secara detail. Sedangkan paman Nabi Abu Thalib, Abdul Muthalib, kakeknya nggak ngeh, semua nggak ada yang ngeh. Kemudian datang Datu Buhairah kepada siapa? Abu Thalib. Wahai gerangan ya, kisana ya, kalau bahasa itu kan kisana. Apakah ini anakmu? Ini siapa? Ini anakku. Bukan, ini bukan anakmu. Enggak, ini anakku. Sesungguhnya aku tahu ini bukan anakmu, kata Buhairah. Akhirnya Abu Thalib ngaku, iya ini bukan anak saya. Ini anak saudara saya, ini ponakan saya. Apa yang dikatakan? Kembalilah kamu. Kamu mau kemana? Mau ke Syam? Enggak, jangan. Balik. Kenapa? Karena terdapat ciri-ciri kerasulan dan kenabian akhir zaman pada anak ini. Jika anak ini nanti ikut kamu ke Syam, yang akan terjadi adalah saya khawatir anak ini akan dibunuh oleh orang-orang di sana. Lah pertanyaannya gini ya, ini logikanya ya. Lah emang ngapa Nabi Muhammad dibunuh? Ngapa? Muhammad masih kecil, kenapa dibunuh? Kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Karena orang-orang dari Bani Quraisy pasti kecewa dia. Orang udah ditunggu-tunggu. Mana ini Nabi? Mana ini Nabi? Turunnya di mana? Di Mekah. Bani Quraisy. Akhirnya khawatir orang-orang ini kecewa karena Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Khawatir Nabi Muhammad akan dibunuh. Akhirnya Abu Thalib karena sayangnya dengan ponakannya balik, nggak jadi berangkat ke Syam, balik ke Mekah. Dan terbukti dalam Sirah An-Nabawiyah, nih ya saya ceritain ya, orang yang masuk Islam itu kan kebanyakan dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu kan di Mekah, ya kan? Kalau di Madinah itu ada dari kalangan kaum Nasrani. Itu banyak masuk Islam, banyak. Dari Nasrani banyak, dari kaum Quraisy, kafir musyrikin banyak. Yang sedikit apa? Yahudi. Yahudi itu dikit. Kenapa? Yahudi itu emang bangsa atau kaum yang pembenci para nabi dan rasul. Buktinya apa? Lah Nabi Isa diapain? Disalib. Itu kan tapi bukan Nabi Isa kan? Yang disalib bukan Yudas Iskariot kan? Nabi Isa mah diangkat sama Allah, barrafa'ullahu ilaihi. Tapi kan saking bencinya kaum Yahudi sampai Nabi Isa disalib. Nah, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bencinya Masya Allah tuh orang Yahudi. Saking bencinya orang Yahudi nih, ini saking bencinya ya sama Rasulullah. Itu kalau Rasulullah lewat tuh mata ditutup gini, kayak memalingkan. Kalau ada orang baca Quran ditutup, kupingnya ditutup. Karena kebanyakan orang tuh kalau memandang Rasulullah itu langsung dia itu tersentuh hatinya. Iya, terkagum-kagum. Meskipun dia orang kafir. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itulah hebatnya Rasulullah. Ketika membaca Al-Quran tuh orang-orang langsung kayak mendapat hidayah. Saking bencinya orang Yahudi, itu yang namanya penglihatan mereka ditutup, kemudian kuping mereka ditutup. Khawatir masuk Islam tuh, Masya Allah. Makanya bahayanya orang Yahudi, ya Allah. Ya, semoga Allah jaga kita, anak-anak kita. Ya, jangan saya ke Palestina ya Allah.
Lah mereka membangga ngebunuh anak di Gaza, membangga mereka. Itu bukan manusia lagi, iblis itu mah udah. Iya, sejelek-jeleknya manusia meskipun dia non muslim kafir, yang namanya kemanusiaan tetap harus dimuliakan. Nah, ini enggak, bayi, orang anak kecil, perempuan semuanya dibantai. Itulah sifat dan karakter dari para orang Yahudi, laknatullah. Semoga Allah jaga kita, anak-anak kita, khususnya nih remaja-remaja yang sedang pada chaos ya, pada tawuran, pada demo. Semoga Allah jaga negara kita, Allah jaga semua warga-warga kita, anak-anak kita semuanya. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan rakyat dipenuhi oleh DPR, ya dipenuhi oleh pemerintah. Semua yang telah melakukan kezaliman, Allah balas kezalimannya. Tanpa kita harus demo, tanpa kita harus ricu, insya Allah Allah maha tahu. Kita mendoakan dengan adanya majelis ini, Allah jaga kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga bangsa kita Indonesia, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikianlah kita dengarkan tadi sambutan atas nama lingkungan dan dilanjutkan pelajaran-pelajaran oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan-bulan kelahirannya ini. Kami selaku pembicara mohon maaf bila kurang berkenan, ada kesalahan dan kurang terstruktur. Yang sudah dikeluarkan silakan dimakan, dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Ari, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Majelis Malim minggu depan bertempat di Mushola Al-Maqbulin. Minggu depan Majelis Ta'lim Birrul Walidain bertempat di Mushola Al-Maqbulin, Ustaz Abdul Syukur, RT 1 RW 4. Terima kasih.